خالد عبد العال من محافظة الدقهلية وتحديدا من قرية اسمها مبارك تابعة لمركز بني عبيد. عم خالد بيشتغل سائق على شاحنة المفروض انها بتنقل محروقات لمحطات الوقود اللي هي البنزين. عم خالد من الاسبوع اللي فات المفروض ان هو كان متواجد في محطة وقود موجودة في العاشر من رمضان اللي هي في الشرقية، ولكنه اثناء تواجده هناك كان في طبعا ارتفاع درجة الحرارة، وده ادى ان التانك بتاع العربية اللي هو كان راكبها طبعا انفجر. طبعا العربية بدأت انها تشتعل. عم خالد ما فكرش في الهروب او جري زي اي حد ممكن يعمل كده في مكانه، ركب العربية بسرعة وكل تفكيره ان هو كان ينقذ الناس، وركب العربية لدرجة ان النار وصلت كمان للمقعد او الكرسي اللي هو كان قاعد عليه. درجة الحروق بتاعته وصلت للدرجة الثانية. اخذ العربية بسرعة وجري بيها بعيد عشان خاطر لو كانت انفجرت يعني في المكان ده كان ممكن يعرض ناس كتير، مئات او بل الالوف من الناس، لان دي منطقة سكنية وكانت المحطة دي كانت ممكن تنفجر. لكنه للاسف الشديد اخذ العربية وبعدها بعيد طبعا. وبعد ما نزل من العربية كمان كان بيفكر ان كل الناس برضو انها تجري عشان خاطر تلحق العربيات التانية عشان خاطر ما يحصل